وبينما أنا أتابع البث ديال ماكرون، الخطاب ديالو الذي يلقيه داخل البرلمان المغربي، أثار انتباهي أن التلفزة المغربية قامت بقص واحد اللقطة، حتى أن الخطاب لم يكن متناسقا. فمشيت كنبحث يعني على شنو داكشي اللي تقطع، فمشيت كنبحث على المصادر الفرنسية، فلقيت القناة ديال الإليزي أو القصر الرئاسي الفرنسي واضعة الخطبة بدون مكياج بدون تقطيع، فتوصلت إلى هذه النتيجة. فهذا ما قام التلفزيون المغربي بقصه. Et je pense bien sûr en premier lieu, et je le réaffirme ici devant vous, Il pense au premier lieu ثم اختفت بقية الجملة. ونذهب إلى النسخة الفرنسية لنستمع. et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental. Au Sahara occidental. نعم، الصحراء الغربية، كلمة نطقها الرئيس الفرنسي من داخل البرلمان المغربي. الأدهى من ذلك هو أن الإذاعة المغربية تريد أن توهم المغاربة، أو حتى أنها ما قدرتش تنقل لو ديسكور كما هو، أو تنقل لهم ما قاله الرئيس الفرنسي، توهم المغاربة أنه ما قالهاش. فحتى هذا الشيء كان في اللحظة التي كان يدعم فيها موقف المغرب بخصوص الصحراء، يدعو إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وكذا، فلم يتقبلوا سماع أو يسمع المغاربة أو يعرفوا الموقف الحقيقي والتسمية الحقيقية التي تسمى بها الصحراء لدى المنتظم الدولي.